السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو مختلف. هنطلع بره المطبخ وهنطلع بره الشقه خالص. زي ما وعدتكم جبت لكم مكان كنز بجد حقيقي لاي قبل المدارس عشان نحضر مع بعض مشتريات المدرسه ونشتريها باسعار على قد ايدينا، وموجود فيها اشكال والوان وكل حاجه زي ما بيقولوا من الابره للصاروخ. ما نبدأ الفيديو، لو انتي اول مرة تشوفيني انا شيماء شاهين ودي قناتي. لو عجبك الفيديو عجبتك القناة ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل الفيديوهات وكل الوصفات الجديدة. الاول كده قبل ما ننزل بقى حضرت لنفسي كوباية نسكافيه واي ساندوتش معاها، بحيث اننا نسند نفسينا يعني كده اي فطار خفيف نحضره عشان نقدر نلف مع بعض بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. المحل اللي انا بقول لكم عليه ده في النزهة الجديدة. بجد لامم كل حاجة انتوا هتحتاجوها، من الاول القلم الرصاص لحد الكتب الخارجية، الشنطة، البوتلز، اللانش بوكسات، اللانش باج، كل الحاجات اللي انتوا عايزينها وكل الحاجات اللي انتوا تتخيلوها واللي ما تتخيلوهاش موجودة عندهم. يعني انا لقيت عندهم هم محلين قدام بعض، هوريكم دلوقتي في الفيديو، بس هوصف لكم الاول. هما محلين قدام بعض، محل فيهم الدور الاولاني كله الادوات المدرسيه والشنط والفلاسكس والمقالم وكل حاجه زي ما قلت لكم تتخيلوها، والدور اللي فوق كله لعب اطفال برضو كل حاجه موجوده. والجميل عندهم ان هم عندهم جميع الاسعار، عندهم الحاجه اللي على قد الايد وعلى قد الميزانيه، وعندهم الحاجة اللي غالية والحاجة البراندات. يعني انا بجد لقيت حاجات عندهم موجودة على شي ان وعلى مواقع برا مصر، لقيتهم بأسعار حلوة جدا وأسعار معقولة يعني. فنبدأ كده ان شاء الله الفيديو، هوريه لكم دلوقتي بالتفصيل بالطريق بكل حاجة. هو المكان في النزهة الجديدة زي ما قلت لكم، شارع اسمه شارع المدينة متفرع من شارع طه حسين. بصوا اول ما بتخشوا شارع المدينة ده زي ما انتم شايفين الفرعين بيبقوا قدام بعضيهم كده. بصوا انا جايبه لكم الشارع من اوله، بنمشي خطوتين بتوصلوا للمحل على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال. هنا طبعا الولاد اول ما دخلوا بقوا مبسوطين بصراحة جدا وتايهين وسط الحاجة ومحتارين ياخدوا ايه ولا ايه. كان عاجبهم شكل المقالم قوي. بصوا انا جايبه لكم منظر الستاندات من اول المحل. هم حاطين ستاند كده من بره موجود عليه معظم الاشكال او تقريبا كل الاشكال اللي موجود منها جوه، عشان طبعا اللي مقفول ما ينفعش تفتحوه، فتقدروا تشوفوا كل اللي انتوا عايزينه. بصراحة عندهم تشكيلة مقالم انا نفسي بقيت واقفة عيني رايحة على كل نوع شوية. بجد شكلهم حلو قوي وجايبين حاجات ترندي جدا السنة دي، وعندهم كل الأذواق هتلاقيها موجودة، في حاجات فرو وفي حاجات جلد وفي حاجات جليتر، شكلها حلو قوي. زي ما قلت لكم موجود كل الأذواق وكل الأسعار. في حاجات أسعارها عالية شوية وفي حاجات أسعارها في المتوسط وفي حاجات على قد الإيد. في يعني عايزه اقول لكم الحاجات دي انا كنت بشوفها على شي ان بمبالغ، ده غير الجمارك طبعا، فكان الموضوع بالنسبه لي صعب. فانا ما صدقت ان انا لقيت مكان موجود فيه كل الحاجه اللي انا عايزاها وباسعار معقوله. زي ما قلت لكم انا مش هقول لكم ان كل الحاجه رخيصه، لا، في حاجات سعرها عالي، بس والله بالنسبه للاسعار اللي بره في المكتبات العاديه هي في المتوسط. وبرده بص عندهم اللي هي المحافظ الرجالي او الشبابي اللي بيحطوا فيها المفاتيح والموبايل، عاملين لها ستاند برضو لوحديهم. بصوا بقى انا زي ما قلت لكم المكان فيه حاجات من الابره للصاروخ، يعني هتخشي مكان واحد تشتري كل اللي انت عايزاه لابنك او لبنتك للمدرسه من مكان واحد من غير لف كتير ولا تدوير. ده بقى مكان برضو تاني ما حاطين في بارتيشن كده، حاطين الستيكي نوت كده بقالها كام سنه ترندي قوي، البنات بيحبوها. بيستخدموها للنوتس كده بتاعتهم وللملاحظات والحاجات دي. عندهم اشكال حلوه قوي انا مشوفتهاش عند حد بره، بصراحه شكلها حلو جدا وجديد. والوانها حلوه جدا. بصوا بقى بارتيشن ده خطير بصراحة، فيه كل اللي انتوا عايزينه من الفلاسك او البوتل او الازازة او اي حاجة زمزمية، شوفوا انتوا بتقولوا عليها ايه وهتلاقوها موجودة عندهم. اشكال بصراحة حلوة جدا ومختلفة، اذواق مختلفة واسعار مختلفة. الازازة اللي هي الباندا دي ترندي جدا اليومين دول. الكرتون ده الولاد بيحبوه قوي.
موجود برضو اشكال الصغننين الحلوين اللي تحت دول حلوين جدا للبيبي، اللي هم اللي في بري سكول وفي كي جي، دول حلوين قوي ليهم ومناسبين حجمهم صغير. بصوا برضو في اشكال شبابية تنفع للجيم، تنفع للشغل، تنفع للجامعة، اشكال حلوة قوي واحجامها برضو مختلفة وحلوة. بصوا هم عندهم مكان يعني فرع كامل للكتب الخارجية، بس انا برضو لقيت في الفرع ده بارتيشن كده للكتب يعني. انتوا اول ما تروحوا الناس هناك متعاونة جدا، وناس محترمة بصراحة جدا، لو احتجتوا اي حاجة بيوفروها لكم، انتوا واقفين في مكانكم بيساعدوكوا قوي. الستاند ده كان عليه اكتر حاجة انا بحبها في الدنيا، بحب جدا النوتس اللي هي اللي عليها اشكال دي، بتبقى اشكالها حلوة جدا بتغريني بصراحة. بصوا بقى عامل عروض على الاقلام الجاف، بصوا العلبة، الأقلام دي خطها بتبقى حلو جدا في الكتابة، عاملين عرض العلبة ب18 بدل 23. وبصوا في حاجات تانية ب30 بدل 35. يعني في بصوا مختلف، أسعار مختلفة وخامات مختلفة وأنواع مختلفة، في كل اللي انتوا عايزينه. بصوا علب الألوان الصغيرة والوسط والكبيرة والأنواع كلها موجودة. الأقلام اللي هي الترندي الحلوة قوي اللي هي الجاف الصغننة دي، أنا بحسها لبداية اللي هي المرحلة بتاعت الأطفال اللي لسه بيبتدوا يكتبوا بالجاف، عاملين لهم أشكال حلوة قوي بشخصيات كرتونية كتير جدا. عجبتني جدا، والمقصات بقى والحاجات بتاعت السبلايز بتاعت المدرسة، كل ده هم موفرينه ليكوا في الفرعين بصراحة، يعني هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا بقى هنا العلب الألوان دي حلوة قوي، ماركتها حلوة جدا. برضو البارتيشن ده معمول كده كله للستيكي نوت بأشكاله بقى، اللي هو الورق العادي الملون، غير الاشكال اللي انا وريتها لكم لبره، اللي هي اشكال زي ما قلت لكم جديده، انا ما شفتهاش عند حد بصراحه. بصوا برضو دي تشكيله تانية من المقالم. اسعارها زي ما قلت لكم مختلفه، في حاجات رخيصه وفي حاجات وسط وفي حاجات عاليه. بصوا عندهم تشكيله برضو حلوه قوي من اللانش باج، ودي الاله اللي بيستخدموها الولاد في اليوسي ماس، برضو اللي هي بيعملوا عليها كاونت للأعداد، موجودة حلوة قوي برضو وناس كتير بتحتاجها. وفي طبعا تشكيلة من الأقلام الملونة والآلات الحاسبة والألوان والمقصات تاني وحاجات كتيرة جدا. بصوا برضو دي تشكيلة تانية من البوتلز بتاعة المدرسة والمجات، برضو في ناس بتحب في الشغل يبقى ليها المج بتاعها ثابت، بدل ما كل يوم تروح وتيجي بالمج بتاعها، بيخلوا مجات كده اشكالها حلوة. عندهم تشكيلة حلوة جدا من المجات ومن البوتلز بتاعة المدرسة. بصوا برضو عندهم احجام حلوة واحجام مختلفة من البورد، احنا بيطلب مننا في السبلايز بورد كده والصلصال وفي سلايم وفي لزق سوليتيب، وفي بصوا تشكيلة جامدة جدا من البورد عايزه للأطفال. اقول لكم برضو ان الحاجات اللي موجوده مش كلها بتاعت اطفال صغيرين، يعني مثلا الجزء ده حلو قوي ثانوي اللي بتوع الجامعه. يعني بصوا دي فايلات كده للشيتات، طبعا الشيتس اللي بيستخدمها اكتر الطلبه بتوع الثانوي وبتوع الجامعه. بصوا برضو عندهم حاجه حلوه قوي في المكان، انك تقدري لو انت عندك مشروع خاص بيكي، مكتبه او محل او حتى بتبيعي قطاعي من البيت، عندهم حاجات بتتباع بالجمله. دي طبعا بوريكم الترند بتاع الاستاتيك، عندهم اشكال استاتيك حلوه قوي. وبصوا زي ما بقول لكم دي برايات مثلا بتتباع بالعلبه، وعندهم اسعار للجمله. انتوا تقدروا تخشوا عندهم على القناه التليجرام وتقدروا تسالوهم عن اسعار كل قطعه انتوا عايزينها واسعار كل حاجه. بصوا بقى هوريكم دلوقتي المكان اللي فيه الشنط. دي فايلات برضو، بقية الفايلات حلوة قوي، والكراسات الكانسون الالوان والابيض السادة كل ده متوفر عندهم. بصوا الشنط دي كانت جميلة قوي وبرضو حلوة خالص، الحاجات الصغيرة بصراحة بتخطف القلب يعني بالاطفال. بس دي بقى عايزة البري سكول والكيجي والحضانات. بس دي بقى والاشكال اللي جنبيها يعني للسن الاكبر، لكن اللي وريتهولكوا اللي فوق دول للاطفال بتوع اللي قبل المدرسه، يعني البري سكول زي ما قلت لكم. دي بقى شنط كبيره تنفع الابتدائي والاعدادي وحتى الثانوي، في اشكال حلوه قوي واشكال مختلفه ومتنوعه. واجمل ما فيهم بقى عندهم بصراحه ان هم عندهم استوكات للحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي المسؤول عن المكان عرفني ان انتي لو الحاجه خلصت بيقدروا يوفروها تاني،
ممكن في نفس اليوم او تاني يوم. وعندهم ميزة تانية برضو ان عندهم خدمة التوصيل لأي مكان، يعني لو طلبتي الحاجة اونلاين يقدروا يوفروها لك لحد بيتك لأي مكان. انت بس اطلبي اللي انتوا عايزينه وتشوفوا الحاجة وهي موجودة الأول على القناة عندهم على التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام، وتقدري تطلبوا اللي انتوا عايزينه. بس انا عرفت ان هم اكتف اكتر على قناة التليجرام. بصوا الشنط الخامة بتاعتها حلوة جدا جدا، عجبتني قوي الشنط بتاعتهم. شكلها حلو قوي، وزي ما قلت لكم برضو وبقول لكم كتير استحملوا رغي، بس بجد المكان يستاهل. عندهم تنوع كتير قوي في الاسعار وفي الاذواق وفي كل حاجة. بصوا بقى المكان ده طبعا لازم يبقى عند ليه مكانة خاصة عند كل ام، ده مكان بقى اللانش بوكس. عندهم برضو تشكيلة حلوة قوي من اللانش بوكسات باختلاف احجامها واشكالها وخاماتها واسعارها. عندهم اسعار حلوة جدا، واشكال بصراحة حلوة قوي. يعني انا دلوقتي هوريكم. بصوا انا عجبني اللي هو متقسم ده حلو قوي، نقدر نحط فيه فاكهة، نقدر نحط فيه الساندوتشات، ونقدر نحط فيه اي حاجة احنا عايزينها للولاد. بصوا ده بديل السستيمة. طبعا سعر السستيمة عدى دلوقتي ما شاء الله راح النار. عايزة اقول لكم دي الشكل ده ونفس التقسيمة بتاعت سستيمة بالظبط بنفس الشكل ده كان عامل 45 جنيه. انا بجد صعقت من السعر. وعندهم حاجات ارخص من كده وعندهم حاجات اغلى من كده. بجد عندهم تشكيلة حلوة جدا. عندهم مقاسات البورد للاطفال بقى، لعب الاطفال التعليمية. عندهم برضو كم متنوع وكبير من الالعاب التعليمية للاطفال. وبصوا الشنط برضو بتاعت اللانش بوكس الصغيرة، ودي برضو شنط تنفع لاطفال صغيرين لو في حضانة بنوديهم، بس اللي هم بيروحوا كفترة تعود يعني. دي حلوة قوي برضو، الاحجام شكلها حلو جدا واشكالها برضو متنوعة واشكالها جميلة. بصوا بقى حبيت برضو اوريكم حاجة هم مميزين بيها قوي. ده القلم بتاعهم، هم عاملينه براند ليهم اسمه اول سيزون باسم المحل. بصوا هو لا يختلف اي شيء نهائي عن اقلام الفيبر كاسل. هو ده البديل الارخص والاحسن الاحسن بصراحة عن تجربة للفابر كاسل. بصوا انا جايبه لكم قلمين من ده ومن ده، وجايبه لكم شكل العلبة بصراحة ما يختلفوش نهائي. الماتيريال بتاعت القلم حلوة جدا. الشكل الاستيكة شكل القلم نفسه، الخط نفسه حلو جدا لغاية اخر حتة في القلم هي موجود فيها الرصاص بنقدر نستخدمه. طبعا بتشوف اقلام رخيصة دلوقتي بتبقى خامتها رديئة جدا بصراحة. بس بجد هو حلو جدا، انا عجبني واستبدلته بصراحة عن الفابر كاسل لان فرق السعر برضو موجود كبير. بصوا بقى دي الاقلام الترندي قوي اللي قلبت مصر الفتره اللي فاتت، الاقلام الرصاص اللي هي مش بتخلص. هم عندهم كذا شكل وكذا نوع يعني باسعار مختلفه، بس ارخص من بره بكتير جدا. خلاص الفرع ده كان خلص، بس انا خلصت فيه الجزء المدرسة بس. لسه كان فيه فرع يعني دور فوق تاني للادوات للالعاب والحاجات الاطفال، بس انا ما صورتش فيه. حبيت اوريكم النهاردة بس نبقى مختصين في حاجة المدرسة. نيجي بقى للفرع التاني. الفرع التاني زي ما وريتهولكم من بره كده ليه مدخل جانبي من الشارع. بتطلعي فوق بتشوفي هما برضو دورين. الدور اللي تحت برضو ادوات مكتبية. الموجود بقى الفروخ اللي هي الكانسون الكبيرة اللي بنحتاجها للمدرسة، الرزم الورق للتصوير وللطباعة، برضو الأقلام الرصاص والجاف والمسدسات الشمع. بصوا بجد عندهم حاجات والله العظيم أنا مش بشوفها في مكاتب كتيرة. بصوا برضو الكراسات الحجم اللي هو الاي 4 الكبير، موجود منه المربعات، وموجود بصوا الكشكول ده مثلا كبير وحجمه اي 4 زي ما بوريكم. ده سعره 18 جنيه ونص. ده بصراحة ده الوحيد اللي انا فاكرة سعره. عندهم بقى اشكال والوان من الكراسات ومن الكشاكيل، وحتى الكشاكيل اللي هي بتاعت الجامعة الكبيرة تقدروا تاخدوا فرداني طبعا، وتقدروا تاخدوا بالدست. بصوا اشكال كتيرة برضو انا بصور لكم عشان اعرض لكم تجربتي بجد في المكان حلوة جدا. بصوا موجود زي ما قلت لكم سكتشات صغيرة وكبيرة وكشاكيل وحاجات بصراحة كلها انواعها نظيفة. وزي ما قلت لكم في اختلاف في الاسعار، في كل اللي انتوا عايزينه على قد الميزانية وعلى قد ايدينا، وفي اشكال كتيرة تقدروا تختاروا منها.
بس كده يا حلوين، فيديو النهارده خلص. حبيت انقل لكم تجربتي البسيطه في المكان، ومكان بصراحه حلو جدا، في اسعار تقدري، غير الاسعار زي ما قلت لكم، مكان واحد تقدري تلمي منه كل حاجه انت محتاجاها للمدرسه في مشوار واحد بدل المشوارات كتيره. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديده. ولو ليكوا اي استفسار ابعتولي في الكومنتات وهرد عليكم.